عسلامة الناس الكل، جيتكم في فيديو جديد نحكي لكم على الدراسة في إيطاليا. أولا قبل ما نبداو نحب معناها نتأسف على الكاليتي متاع الصون هذايا. إن شاء الله كان تعجبكم الخدمة شوية، نحاول نحسن هكا شوية في الكاليتي. باهي الفيديو مش باش يكون طويل برشا، مش ندخلوا في برشا تفاصيل، جوست باش نحكي بطريقة عامة متاع كيفاش تجي تقرا هوني. علاش انا شخصيا مثلا اخترت ايطاليا مش المانيا مش فرنسا مش اسبانيا؟ هنا تنجم تجي تقرا مثلا بطريقه مجانيه، جوست باش تدفع الرسوم اللي هي تكون خفيفه متاع تتراوح بين 100 يورو 200 يورو. هذا هي. وزيد فوق من هذا كل يعطيوك منحة جماعية. ثم أنواع، ثم المنحة جهوية اللي تعطيها لك معناها كل نقولوا نحنا ولاية اللي هي تختلف من ولاية لولاية بالطبيعة، مش كيما خاطر العيشة باش تكون مثلا في الميلان ومش كيما مثلا باش تكون في باليرمو. دونك في ميلانو مثلا يعطيهم منحة أكثر، اللي هي المنحة دي باش تتراوح بين 6000 يورو و 8000 يورو، تختلف يعني كما قلت لك. فما منح أخرى زاد يعطيوها كيما مايتش كيما انفستيور تاعها. كنت تحبوا تعرفوا تفاصيل اكثر على المنح هذوما نجم نعمل لكم فيديو اكثر يوضح خير. وزيد نجيب عندي برشا اصدقائي معناها ماخذين المنح هذوما، نجيبهم يحكوا لكم على التفاصيل كيفاش قدموا كل شيء معناها وتزيدوا تسالوهم انتم معناها قبل ما نجيب الشخص هذا، تزيدوا تسالوهم ويحكوا لكم على تجاربهم وكيفاش جاوا قراو هنا. اول اهم حاجه تو تاع كيفاش تجي تقرا في ايطاليا. عبيد بيه. اول اهم حاجه تو بتاع كيفاش تجي تقرا في ايطاليا. ثم حاجتين مهمين قبل ما تبدا تخمم في البروسيدور. لازمك تعرف شنو باش تقرا وبين اللغه باش تقرا به. القرايه هنا يا اما تكون باللونجلي وهنا تولي ما تستحقش ايطاليان، يا اما بالايطاليان وتعرف شنو باش تقرا بالطبيعه اختصاصك شنو تقرا. كي توصل تخمم معناها في ايطاليا تجي توا تخمم معناها في معادله الدبلوم اللي هي ديكلاراسيون دو فالور اللي هي تعملها في السفاره. جوست معناها لي ديبلوم تاعك تولي مستعرفه بهم معناها الحكومه الايطاليه وكي يقبلوهم لي فار معناها هنا. وبعد شيء اهم حاجه اللي هو اللغه هنا باش تثبت لازم اللي عندك اللغه هذيك اللي هي باش تثبت اللغه باش تكون معناها عندك مينيموم بي2 هذي سولونج طلبته معناها السفاره الايطاليه باش تكون عندك بي2 يا في الانجليزيه يا في الايطاليه. اهم حاجتين نعاودهم اللي هما الديكلاراسيون فالور اللي هي باش تعادل الشهاده نتاعك باش تهزهم للسفاره الايطاليه، تاخذ موعد تهزهم للسفاره ومن بعد واللغه. هذوما اهم حاجتين باش تنجم تقدم بهم في الجامعات الايطاليه. توا نجيو على التقديم على الجامعات الايطاليه. فما سيت عملته الحكومه الايطاليه اللي هو اسمه يونيفرسيتالي اللي تدخل فيه باش تفركس على الجامعات بتاعك. نخلي لكم الروابط الكل، اللوطه معناها متاع كيفاش تاخذ موعد معناها في السفاره، الديكلاراسيون فالور واي روابط اخرى. تدخلوا على السيت هذايا تكتبوا اختصاصك نتاعكم، نخلي لكم اللوطه سكرين شوت هوني. تكتبوا الاختصاص نتاعكم، ما نعرفش تكتبوا انفورماتيك ثاني يخرجوا لك الجامعات باش تلقى غاديكا. نزيد نعمل لكم فيديو كان تحبوا نوضح لكم فيه كيفاش تبحث على الجامعات هذه وكيفاش تعمل حساب معناها في يونيفرسيتي خاطر بعد باش تستحقوا باش تكتبوا معناها الاختصاص نتاعكم ومن بعد تلقاو الاختصاص ماستر معناها اللي هو كان باش تعملوا ولا ليسانس وتلقاو بنا لغه. فما هنا يردوا بالكم فما خاطر فما كيما قلت لكم فما بالايطاليه وفما بالانجليزيه وفما زيد اللي قالوا بالزوز. معناها كان باش تقرا بالزوز لازمك معناها تثبت ان انت عندك بي2 في الايطاليه وفي الانجليزيه. بعد نقولوا مثلا لقينا ميلانو مثلا عجبتك الجامعه، تمشي تدخل على السيت نتاعها تشوف كيفاش طريقه التقديم نتاعها وتشوف الديدلاين وتعمل حساب معناها في الجامعه هذيك وتبعث لهم معناها الوثائق اللي هما معناها كديكلاراسيون فالور، الشهاده نتاعك، الباسبور والوثائق اللي هما يطلبوهم معناها ولي ريلفيد نوت معناها نتاع بطاقه الاعداد نتاعكم وتصبهم معناها غاديك وتصبهم في الجامعه هذيك. الجامعات تطلب تيست ادميسيون معناها اخذت تيست نتاع اللغه، يطلبوا تيست ادميسيون اللي هو الأكثرية يطلبوها في الليسانس معناها في الماستر قليل. أما قلت لكم تزيدوا كل جامعة تدخلوا لها باش تعرفوا معناها شنو هي طالبة عليكم، يعطيوك الموافقة هما المبدئية
بالموافقة هذيك أنت باش ترجع اليونيفرسيتي تاعي تعمل حساب تصب الوثائق الكل اللي هما الشهايد والديكلاراسيون دو فالور بطاقة الأعداد والباسبور وكل الموافقة المبدئية تصبها في يونيفرسيتي. هذي ماني باش تكون معناها بين تقريبا الحكاية هذي تعمل في يونيفرسيتي في ماي جوان يعني الفترة هذيك. والجامعات يفتحوا نورمالمون في مارس معناها في مارس فيفري يبداو يفتحوا الجامعات وزيدوا شوفوا كل جامعة وعندها ديدلاين متاعها معناها. وفما اللي يفتحوا معناها ويعاودوا يفتحوا مرة أخرى معناها دي بيريود. تعمل حساب تصب قلنا الموافقة المبدئية هذيك. بعد ما تصب الموافقة هذيك يعطي بعد أسبوعين أسبوع أنت والجامعة كيف يبعثولك البري انسكريبسيون. بعد ما تاخذ معناها البري انسكريبسيون باش تمشي معناها للسفارة معناها باش تصب دوسيي فيزا متاعك اللي هي معناها مش حاجة صعيبة بالحق. البروسيدور كلها مش صعيبة جملة حاجة سهلة على الآخر. وإن شاء الله بالنسبة معناها كيفاش تحضر دوسيي الفيزا إن شاء الله تنعمل لكم فيديو عليه نوضح بطريقة خير معناها وللدوكيمون الكل شنو نفسرهم بالواحد ونعطيكم معناها باش تحضروا حاجات فيسا ما تضيعوش وقت كيما مثلا ضيعت انا في حاجات اخرى زايده نربحكم شويه وقت. وكان فما حاجه ما فهمتوهاش معناها في فيديو ولا تحبوا تتعمقوا فيها اكثر ولا نعمل لكم عليها فيديو اقترحوا عليا اللوطه والا معناها قولوا لي شنو نعمل لكم عليها فيديو ولا اطرحوا اسئلتكم ان شاء الله باش تجاوبكم النساء. ونحب نعاود نعتذر مره اخرى على الكاليتي نتاع الفيديو ولا نتاع الصوت. ان شاء الله كي تعجبكم الخدمه معناها ان شاء الله نحاولوا ديما نحسنوا. وما تنسوش تدعموني معناها ابوني وجيم واعطوني كومنتير باهي والا انصحوني حاجه ولا اقترحوا علي حكايه. شكرا لكم.